نتحدث عن أسباب كثرة هذه الحالات ولما أصبحت ظاهرة، مع أنه المصادر الرسمية قد نفت بأنها أصبحت ظاهرة، ويقولون بأنها الحالات ليست بهذه الكثرة. فاليوم نتحدث عن أسبابها وكيف نعالجها حتى لا يخرج عن السيطرة مثل بعض الدول التي أصبحت ظاهرة ولا يستطيعون معالجتها. لذلك نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو دكتور عبد الكريم خليفة، أستاذ علم النفس. دكتور صباح الخير. صباح النور. صباح النور. دكتور، بداية إذا ممكن تتحدث لنا عن ما هو الانتحار؟ شنو هاي التسمية للانتحار؟ نعم، الانتحار هو التخلص من الحياة، يعني بطرق مختلفة، يعني قسم من عتب بالسلاح، قسم من عتب بالسم، قسم من عتب كثير من الشنق. هي التخلص من الحياة، يعني التوجه إلى الموت. واعتقد انه الانسان عندما يصل لهذه المرحله معناه هنالك بعض الضغوط وبعض المشاكل داخل الحياه، وبعض عدم وجود اهداف او يأس او حرمان، وبعض الاحيان يكون ضمن العنف الاسري يعني. فبذلك يرى بالموت خلاص، يعني عندما تقطع سبل الامل وسبل الرجاء عند المواطن يتجه الى الموت، لان يعتبر الموت خلاص لكل المشاكل اللي يعاني منها. نعم دكتور، نقدر نقول يعني هسه أصبحت هذه الحالات ظاهرة في العراق؟ هي ظاهرة يعني هنالك بعض الدراسات، لأنه بعض يعني الأرقام لا يصرح بها يعني من قبل الوزارات ومن قبل المسؤولين. نعم. لكن هي ظاهرة يعني في الآونة الأخيرة، في آخر دراسة عام 2018 أنه كانت كركوك وسليمانية من المراتب الأولى بالمحافظات اللي توجه الانتحار. يعني هناك دراسة يعني في عدد المنتحرين، فهي ظاهرة ما دام وجود حالات متعددة. نعم. وأنواع لهذه الظاهرة وأسبابها تختلف من حالة إلى حالة، إذن هي ظاهرة موجودة لابد علينا أن نسيطر عليها. عندما لا نعترف بها، هي هاي المشكلة، لابد أن نعترف بها ونضع برنامج متكامل بمساعدة الحكومة، مساعدة المنظمات المجتمعية، مساعدة وسائل الإعلام والصحافة وغيرها من الأمور للحد من هذه المشكلة اللي أعتقد أنه مشكلة تؤثر بالنسيج الاجتماعي للعراق. دكتور، حالات الانتحار الموجودة يعني هل هي يعني اكو اكثر اعمار انه متجهين لهذا الموضوع؟ والله هي من المراهقة لحد ال 26 او 28، هذا بالنسبة لحالات الشباب. بعض الحالات اكبر، خصوصا يعني تعرف انه من ناحية الجنس يعني المرأة اكثر توجه الانتحار، لانه الرجل عنده وسائل عديده، يعني يهرب، يخرج خارج، يقدر يفتت المشاكل، لكن المراه وجودها في بيئه ضيقه تتجه للانتحار. لذلك عدد النساء اكثر من الرجال بالنسبه للانتحار. نعم. هذه الوسائل اعتقد انه وجودها بهذه المشاكل باتجاه الانتحار، يعني باتجاه تتجه الانتحار، لانه عندما تيأس، عندما لا تستطيع، لا جهه، لا مسؤوليه، لا منظمه تعاون هذه المرأة، وخصوصا لاحظناها عندما تصل إلى مرحلة الطلاق أو سحب أولادها أو سحب أطفالها منها، أو الخيانة الزوجية أو المشاكل العائلية، تتجه المرأة لعمليات الانتحار. نعم دكتور، يعني ما كانت يعني من قبل بهذه الكثرة حالات الانتحار؟ يعني في الدول الأوروبية نعم كان دائما أكو حالات كثيرة، لكن لما أصبحت يعني الحالات هواية وكثرت؟ يعني أسبابها السوشيال ميديا والمواقع التواصل الاجتماعي، يعني ما هو الأسباب؟ نعم، بالدراسة باليابان وبالصين، دراسات هناك موجودة يرون أنه كل ما تتطور حداثة كل ما تكثر حالات الانتحار، لأنه بعض الأحيان أنه نتيجة هذه الوسائل والتطور ولدت مشاكل جديدة على المواطن. مثلا على سبيل المثال الابتزاز الإلكتروني، الانتحار مثلا على سبيل المثال، التوجه نحو هذه الوسائل وعدم وجود روابط اجتماعية أخرى، عوامل جذب. فبالتالي الأمل أو خيوط الأمل المتعلقة بالمجتمع، بالبيئة، بالأفراد، بالأصدقاء تنقطع بالعائلة، ضمن العائلة. فتجد أنه الطفل في هذه المرحلة أو الشاب في هذه المرحلة لا يجد معين اجتماعي له، فيتجه إلى هذه الوسائل، وبالتالي يمكن هذه الوسائل تؤدي إلى حالة من السوداوية، حالة من التوحد الفضائي، وليس التوحد العضوي، إنما توحد فضائي. تجد أنه مع الآلة، فبالتالي ييأس، لا توجد أهداف، لا توجد طموحات، لا توجد رغبات، فبالتالي يتجه إلى عملية الانتحار، لأن تصبح حياته لا مبالاة. يعني تجد أنه ليس صعلك بالمعنى، وإنما
شبه بالصعلكه. هذا المواطن لا يرتبط بشيء، لا ترتبط بقيم، لا بمنظومه اخلاق، لا ارتباط ديني ايضا، فبالتالي يتجه الى عمليه انتحار. يعتقد انه سهوله الانتحار هو الافضل طريقه للوصول للخلاص والنجاه من هذا المجتمع الالكتروني او المجتمع الضيق. نعم. يعني دكتور، اذا على كلامك انه دور العائله من اهم الادوار اللي ممكن تؤدي الى نعم، دور العائله كلش دور كبير. تعرف هسه احنا يعني كانت الاسره والمدرسه تاتي بالترتيب التنشئه الاسريه، الاسره والمدرسه. هسه الاثنين فقدن دورهم، يعني الاسره فقدت دورها والمدرسه فقدت دورها. وبالتالي دخلت بعض العوامل التنشئه الاسريه داخل الطفل. عدم وجود علاقه، يعني اخر دراسه مصريه انه نسبه التحدث مع ابناء المراهقين اقل دول العالم، يعني الدول العربيه والدول الاسلاميه. اخر دراسه. نعم. كثير من اباء لا يتحدثون مع ابنائهم المراهقين، لا يتحدثون معهم. فهاي الاواصر الاسريه، الام لا تنتبه لاولادها، المشاكل اللي تواجهها، المتغيرات الجسميه والتغيرات الاجتماعيه اللي تحدث عبر المراحل، المراهقه، الرشد، وكما يؤكد اريكسون وغيرهم من العلماء. فابتعدت الاسره عن دورها، لم تاخذ دور مؤسسي. فلا يجد الابن او البنت انه معين اجتماعي، لا يوجد مسند اجتماعي يعني تستند عليه في المشاكل اللي تحدث داخل هذا العالم الافتراضي او داخل هذا عالم المجتمع. يعني اذا كانت طالبه جامعيه، اذا كان طالب بالاعداديه، فما يتجه للاب، لان الاب والام فراغ عن الابن، بعيدين عن الابن، فيتجه الى التجاء الى عمليه الانتحار. لانه الاسره دور مهم في عمليه تنميه المعاني الاجتماعيه، القيم، منظومه الاخلاق. هذه فقدناها بالاونه الاخيره، فبالتالي دور الاسره ضعف، ودور الاسره مهم في التقليل من شأن الانتحار. نعم. دكتور، اكو يعني علامات انه يبين على هذا الشخص انه دا يحاول ينتحر او دا يفكر بانه ينتحر؟ نعم. مع انه اكو يعني يقولون حتى قبل انه ينتحروا بعض الناس بساعات يضحكون ويحجون ويا يعني اللي حواليهم وهيك. نعم. ولكن بعد كم ساعه انه ينتحرون. نعم. يعني اكو علامات يبين على هذا الشخص؟ بصراحه هي انواع متعدده، يعني مشاكل الاسباب والظروف اللي تحيط بالمنتحرين تختلف. نعم. مثلا على سبيل المثال كثير من مثلا على سبيل المثال كثير من الفشل الزواجي، سوء التوافق الزواجي، فتعطي اعاز، احرق نفسي، اموت نفسي، تعطي اعاز، مشاكل اجتماعيه، احرق نفسي وابليك تقول له تزوجها، او اموت نفسي واخلص منك. بعض الاحيان الرجال هذا اعاز مثلا. كثير من الحالات اللي تجد انه سوداويه، يعني تشاؤم، يأس، قنوط. كثير من الحالات النفسيه، الوسواس القهري مثلا على سبيل المثال، نورستانيا، هاي الامراض اللي تؤدي الى الانتحار مثلا على سبيل الكآبه. يعني اذا هي بعض الظواهر تعطي، يعني نادرا ما نجد انه حالات انه الانسان شخصيه متفائله يتجه للانتحار، نادرا. لكن كل الحالات هي شخصيه متشائمه تجدها، شخصيه يائسه، شخصيه قنوطه، شخصيه حزينه، بعيده عن المجتمع، تدخل في عالم الانويه، يعني الداخليه، يعني التقوقع داخل الذات، فبالتالي يتجه للانتحار. يعني اي نعم، هنالك بعض المظاهر اللي تدل على انه هذا الشخص منتحر. عندما ارى شخص ويائس من الحياه، دائما متشائم، دائما يسلط الذات، نفسه يقول سوتي انا مثلا، انا مقصر، هذا يسلط الذات يسميها. نعم. هي احدى ظواهر عمليه الانتحار. نعم. دكتور، ممكن يعني شخص يستخدم يعني الانتحار كجس نبض اللي حواليه؟ يعني ممكن. نعم كثير من الحالات ما ترغب بالانتحار، لكن تلزم مثلا على سبيل المثال، وشاهدنا بعض الحالات. نعم. تلزم مثلا البنزين مثلا او النفط، يقول سأنتحر، حتى عمليه ابتزاز للطرف الاخر، الزوج او الام او الاب. مثلا اذا ما تنطوني لهذا الشخص اذب نفط على نفسي واحرقها مثلا. لاحظ. نعم. هي تنطي مثلا تهديد، بس هي ما مقصوده. نعم. لكن ما تشعر الا النار او الجداحه مثلا اشتعلت، فتؤدي كثير من الحالات بهالنوع. نعم. دكتور، اكو ناس يعني يأذون نفسهم. نعم. يعني همنا هذا يتحول انه هذا الشخص يفكر انه ينتحر. بعض الاضطرابات مثلا الماشوزيه الساديه مثلا، كثير من الحالات الفيشيه مثلا على سبيل المثال، هاي اضطرابات يتلذذ بإيلام القتل.
او الشعور بالدونيه مثلا على سبيل المثال. نجد انه كثير من الاشخاص يحرقون بالجزاره، نعم. خصوصا المساجين، هاي شعور بالدونيه يعني تدني اعتبار الذات او احتقار الذات. نعم. لاحظها كثير من الافراد. هكذا اشخاص ما عندهم قيمه للحياه، معرضين للانتحار. يعني عمليه الانتحاريه ليس عمليه مرتبطه فقط بالفرد، بعض الاحيان مرتبطه بالظروف اللي تحيط بالفرد. صحيح. وبعض الاحيان نحن مسؤولين عنها، الدوله، الاعلام، الصحافه. يعني انا من اجي الاعلام يعرض لي كل مظاهر البؤس والحزن، اكيد البيئه مالتي النفسيه راح تتاثر بهذه البيئه، فما اصل الى مرحله الياس والقنوط والحزن الشديد. اما عمليه التفاؤل، عمليه الامل، خصوصا عندما الوازع الديني يضعف عند الانسان. نعم. فيفترض ان هنالك بديل، الصحافه، الاعلام، المؤسسات الاخرى، الحكومه تضع برنامج. يعني كثير من حالات الامتحان نتيجه الظرف الاقتصادي مثلا. صحيح. يجي تعرف انه كثير من النساء او الرجال ذو العوائل متعدده يعني كبيره، عنده 7 اطفال 8 اطفال، من يصل الى مرحله لا يستطيع توفير سبل العيش ينتحر. كثير من النصب والاحتيال يعني بالديون، لاحظنا انه بعض النساء ترتبط بمجموعه من السلف، من السلفه تعرف الماديه. نعم. فما تحس نفسها الا هي مطلوبه بالملايين، ما تستطيع تؤدي الانتحار. كثير من حالات النصب والاحتيال، يعني كثير من حالات الادمان نراها يعني في بعض المنتحرين. صح. يعني المخدرات وغيرها تجد انه عمليه المنتحرين. لكن بشكل عام هي اسباب عديده، مشاكل عديده، كل منتحر يفترض ناخذه على حده وندرس اسبابه وندرس الظروف المحيطه بهذا المنتحر حتى نضع برنامج متكامل للتخلص من هذه الظاهره اللي اعتقد هي آفة اجتماعيه ستؤثر في بنيه المجتمع العراقي. دكتور، بين فترة وأخرى نشوف بالسوشيال ميديا وبالقنوات أنه مثلا شخص واقف على جسر، على عمارة، لازم المسدس بيده بالشارع ويريد ينتحر. يعني ما انتحر، بس أنه يجوز يبقى ساعات بهذا المكان وبعد ما منتحر. هذا فعلا دا يريد ينتحر لو دا يريد يوصل رسالة؟ اعتبار لأنه ماكو ما حد سمعه. هو هذه الحالات يفترض أن هنالك جهات تسمعه. نعم. يعني لو مشكلة اجتماعية، لو مشكلة عاطفية، لو مشكلة اقتصادية، لو مشكلة كذا، فيريد يوجه صوته أعلى. يعني كل إنسان يريد يعبر عن ذاته، عن مكنونه. فمن ما يجد أحد يصغي له فيستخدم هذه الوسائل. نعم. قسم من عندهم مصرين على الانتحار، وقسم لا، هو أنه يريد يوصل صوته، يريد يسمع الطرف الآخر. ولاحظناها أكثر الحالات هو العلاقة العاطفية بعض الأحيان، أنه يريد يتزوج أو تتزوج، هاي وحدة. الظرف الاقتصادي هاي سببه. وبعض الأحيان حالات من حالات الجنون. يعني احنا لاحظنا بهذا الفندق، يعني أنا درست حالة الفندق، هو مرض نفسي. نعم. يعني كثير من دول عندهم مرض نفسي، عندهم اضطراب نفسي، عندهم شيزوفرينيا بعض الأحيان، يصلون إلى مرحلة الكاتوتية اللي هي مرحلة خطيرة من مرحلة بعد يبقى الإنسان كالدابة، يعني ما يعي بالظروف المحيطة، يؤدي للانتحار. نعم. نعم. دكتور، في بعض الدول عندهم خط ساخن خاص بالناس اللي يفكرون انه ينتحرون، فمن يعني شخص يفكر انه ينتحر فيخابرهم ويحجون وياه حتى يعني يهدى وهيجي. يعني لأي مدى هذه الخطوط الساخنة مهمة لدولتنا أيضا؟ والله هي مهمة ست. يعني دائما شوف المنتحر الجانب الاجتماعي يغلق عليه. نعم. يعني ماكو حد يسمعه، ماكو حد يتوجه. يعني خصوصا بالابتزاز، لاحظناه بالابتزاز الالكتروني او الظروف الاقتصاديه او حتى الظروف الاجتماعيه المحيطه. يعني تعرف احنا اخر دراسه هنالك 55% من حالات الزواج هو موت سريري. خطره يا استاذ العزيز. نعم. يعني 55% من حالات الزواج، ونعتقد انه سعداء، هو موت سريري. شنو موت سريري؟ موت اللغه الاجتماعيه في الحياه الاجتماعيه. نعم. لو اكو جهات مثل خط ساخن للمشاكل الاجتماعيه، المشاكل العائليه، مشاكل المرافقه، تخفف من عندها. يعني نحتاج برامج متخصصه للشخص اللي تعرف الانتحار. بعض الاحيان تجي افكار سوداويه، يعني نورستانيا بعض الاحيان، شعور بالملل، بالضجر، بعدم الرغبه بالحياه. هذه لو مباشره يتصل بمختص، بمرشد نفسي، بمعالج نفسي، او اي شخص اخر يسمع، رجل دين، يعني يمكن تخفف من حاله. انا اعتقد 50% من حالات الانتحار نقدر نتخلص من عندها اذا وضعنا خط ساخن، او هنالك مؤسسه او جهات او بنايه او منظمه تستقطب هؤلاء المنتحرين. لان حتى احنا بعض البرامج، يعني انا ناقشت برنامج
ارشادي بمحافظه دياله، احد طالب دكتوراه وانا احد المناقشين. يعني حتى هذا البرنامج اللي يطبقوه بالمدارس اللي هو يقلل من حالات الانتحار، هذا يحتاج الى جهه. يعني انت من تريد تطبق برنامج ارشادي اللي عندهم استعداد للانتحار، طبق المقياس وتكتشفهم، يحتاج لجهه حكوميه، يحتاج لدعم، يحتاج لمؤسسه متفرغه للتخفيف من حده الانتحار. لان لاحظنا انه بالمراهقه، بالمراحل الاعداديه مثلا، بالمراحل الجامعيه، يحتاجون برامج ارشاديه، برامج توجيهيه حتى نخفف من حالات الانتحار الموجوده. لانه الرغبات مثلا دائما تجد الشاب ما عنده رغبه، او الشابه ما عنده هدف محدد، صحيح. ما عنده طموح. يعني حالات البطاله مثلا على سبيل المثال، يخلص كليه. يعني انا احدى البنات يعني وقريب من انا استاذ بالجامعه، تتصل بي خريجه كليه التربيه، اتصلت بي ورا التخرج، قالت دكتور انا لا فرصه للزواج، لا فرصه للزواج، الموبايل بعد التخرج انسحب من عندي، لا صديقه، لا وظيفه، واهلي بعد ما يسمحون لي اروح، كنت بالكليه صديقاتي وزميلاتي ومجتمع مثالي. دكتور هسه شو اسوي اني؟ يعني انا وصلت حد الانتحار. شوف الظروف الاجتماعي، صح. يعني منعوها من كل شيء، من تواصل، بقت بالبيت خريجه، لا وظيفه، لا فرصه للزواج، لا امل وطموح. تقول انا هسه شو اسوي؟ حتى العلم اللي كانت متفوقه، حتى العلم اللي عتها انحجب لانه ماكو. فاذا هذه العمليه ليست فرد وحده، هي مسؤولية مجتمع بأكمله، مسؤولية الأسرة، مسؤولية الحكومة، مسؤولية المحافظة، حتى تضع برنامج. لأنه هذا الآلاف سنوية 1700 1800 خرج من طلاب كلية التربية عدا الكليات الأخرى، غير أوافرهم. لأنه هاي طموحة، عنده رغبة، عنده أمل، من هذا الطموح والرغبة، وتريد تخدم وطنها وتريد تساهم بالوظيفة من أجل أضع حجر أساسي. يصل الفرد إلى مرحلة يأس. الإنسان يمر بظروف ضعف وخلل وجانب نفسي اجتماعي، وهذه تأثر بالبيئة المحيطة، إضافة إلى المشاكل الأسرية، العنف الأسري الموجود بالمجتمع. كثير من النساء المنتحرات أو اللي تخلصوا من الانتحار، يعني انتحرت بس بقت بالحياة، تجد أنه المشاكل الأسرية داخل الأسرة، داخل العنف الأسري، الخيانة الزوجية مثلا، حالات إدمان الزوج، الخيانة الزوجية، بعض الأحيان الوسائل الإلكترونية الساهم. مثلا المرأة تجد بطريقة ساذجة شخص يتواجهها ويصورها أو يهددها، ما عندها حل آخر، ماكو جهة تتجه إليه للتخلص. نعم الشرطة المجتمعية مشكورة، لكن يبقى الحياء الاجتماعي، يبقى لا تستطيع المرأة خصوصا من ضمن أسرة مرتبطة اجتماعيا، لا تستطيع التوجه للشرطة المجتمعية حتى تبوح بمشكلتها أو ابتزازها. وهنالك صور وهنالك بعض المحادثات، هذه أيضا ساهمت بزيادة حالات الانتحار. نعم. دكتور، مثلا شخص تشوفه وضعه مو طبيعي وممكن يقول لك اريد انتحر مثل ما انت تفضلت، يعني يعطيك فد رساله، نعم. من تقول له روح راجع دكتور حتى شوي يخفف عليك، يجاوبك يقول يعني شنو الدكتور يجيب لي فلوس اني مديون هالقد، او الدكتور يرجع لي حبيبتي. نعم. زين انا شلون اقدر اقنعه قبل الدكتور انه اوصله يم الدكتور حتى شوي نخفف عليه هذا الضغط اللي عليه؟ والله انا اشكرك على السؤال، وانا عندي عتب على وزاره الصحه. المشكله كل العالم، بالاردن، بالسعوديه، هنالك طبيب نفسي وهنالك معالج نفسي وهنالك باحث اجتماعي. نعم. يفترض انه وزاره الصحه مثلا هسه انا اختصاصي ارشاد، انا مو علم النفس، انا اختصاصي كونسلنج سايكولوجي، انا معالج نفسي. نعم. مو طبيب نفسي، انا ما استطيع اعطي الدواء. اكو طبيب يعطي الدواء، واكو معالج نفسي اللي اختصاصنا احنا ارشاد نفسي. يعني انا بكالوريوس ارشاد، ماجستير ارشاد، دكتوراه ارشاد، مو علم النفس ابدا. نعم. اللي هو الجانب العملي لعلم النفس، يعني نظريات، اساليب، علاجات سلوكيه، واكو باحث اجتماعي. نعم. يفترض ذني الجهات تتفعل، يعني احنا ما عندنا غير الطبيب النفسي. اي طبيب نفسي حاليا محترمين، يعني انا اتعامل مع كل اطباء النفس في كركوك، كلهم محترمين. صح. لكن ما عنده وقت يسمع للمشكله الاجتماعيه. يفترض هنالك حلقه، يعني هنالك معالج نفسي توجهه، مثل شخص بهذه توديه للمعالج النفسي. اذا ما المعالج النفسي، ما اكو باحث اجتماعي، وهذا الباحث الاجتماعي مرتبط بجهات اخرى، عندما تكون الظرف الاقتصادي يستطيع الباحث الاجتماعي يتصل بالجهات اللي تساعده بالجانب المادي. من تكون مشكله اجتماعيه يعني عائليه، يستطيع هذا الباحث الاجتماعي. هذه الحلقات استاذ العزيز غير موجوده ببلدنا فقط. نعم. يعني البلدان الاخرى العربيه والمجاوره اكو ثقافه نفسيه. يعني وزاره الصحه ما تسمح يعني
للمعالج النفسي ان يفتح مو عياده، مركز للاستشارات النفسيه. يعني اذا انت عندك ابنك مراهق وعنده بعض المظاهر اللي تؤدي للانتحار، وين توديه؟ وحده من لو توديه السيد، لو توديه الطبيب النفسي. صح. واثنينهم مو مسؤوليتهم معالجه حالات الانتحار، لان حالات الانتحار هو ليس مرض نفسي، هو مرض اجتماعي. مو المرض النفسي بعض الاحيان ما يصل الى مرحله مرض عقلي. مثلا العزله، الانطواء، الانسحاب مثلا، الكآبه، الاكتئاب، الامراض الاخرى. يمكن الامراض الاخرى والاكتئاب هو مسؤوليه الطبيب النفسي، لكن المراحل الاخرى لا، مسؤوليه المعالج النفسي اللي هو يستطيع انه العلاج السلوكي. وتعرف انه العلاج السلوكي هو مو علاج دوائي، هو علاج يستخدم بعض الظواهر البيئيه، التغييرات البيئيه، بعض السلوكيات البيئيه اللي تحاول انه تعالج بها بعض الافراد. نعم. تمام دكتور، احنا نشكر وجودك ويانا. يسلمك. ان شاء الله قدرنا من خلالك نوصل رساله للاهالي وللعوائل والشخص اللي يفكر بهيك الموضوع، ان شاء الله الكل يبتعدون عنه. ان شاء الله، ان شاء الله. شكرا لك. شكرا.